تصريح خطير من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يفاجئ به الجالية الجزائرية في فرنسا بعد ضربها وسحقها الجماهير الإسرائيلية في مباراة فرنسا وإسرائيل، ويصفع ماكرون بسبب الجزائر. شاهد ماذا قال. ولكن قبل أن نبدأ، لو أنت محب وفخور بما فعلته الجالية الجزائرية في جماهير الكيان الصهيوني فيرجى الإعجاب بهذا الفيديو، ولا تنسوا أن تعطروا فمكم بذكر الله والصلاة والسلام على رسولنا الكريم. بعد أن تصدرت الجالية الجزائرية في فرنسا كل وسائل الإعلام بمختلف أنواعها بسبب ما فعلته في جماهير الكيان الصهيوني في مباراة فرنسا وإسرائيل، فقد دخل على الخط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وأدلى بتصريحات نقلتها شبكة فوكس نيوز الأمريكية، وقال: من العار على الدولة الفرنسية أن نشاهد الجزائريين يقتحمون ملعب دو فرانس من داخله ومن محيطه الخارجي أيضا، ويضرب الجماهير الإسرائيلية أمام أعين الرئيس الفرنسي ماكرون وأمام رئيس الموساد والسفير الإسرائيلي. ولقد أحرقوا الجزائريين المجمع الخيري لإسرائيل في باريس، فالجزائريين أنهوا على الهيمنة الفرنسية الداعمة لإسرائيل وألغوا هوية الدولة الفرنسية. فأعتقد لو ظل هذا الزحف الجزائري إلى فرنسا، أعتقد من الممكن أن نشاهد رئيسا جزائريا للجمهورية الفرنسية قريبا، وستكون نهاية فرنسا للأبد. وجميعنا نعلم جيدا أن الشعب الجزائري هو أول شعب في العالم يكره إسرائيل، وكان يجب على الرئيس الفرنسي ماكرون أن يؤمن هذه المباراة جيدا وأن يمنع كل ما هو جزائري من دخول هذه المباراة، لأننا نعلم جيدا أن الجزائريين لديهم شراسة وغل ضد الإسرائيليين، فهم أقوياء للغاية. فأنا أتذكر الملاكمة الجزائرية إيمان خليف في الأولمبيات عندما فازت بالميدالية الذهبية والتي سحقت جميع خصومها، فهي كانت قوية جدا لدرجة أن الجميع اعتقد أنها ذكر وليست أنثى، فما بالكم أن هذه امرأة من الجزائر ولديها مثل هذه القوة، فما بالكم من رجال الجزائر. أعتقد أن هؤلاء الجزائريين لو أتت لهم الفرصة مرة ثانية سيقضوا على كل ما هو إسرائيلي يقف أمامهم. وأعتقد أن ماكرون لو كان سمح بحضور الجماهير في الملعب بالسعة الكاملة، أعتقد أن الجزائريين كان قضوا على كل الإسرائيليين ولاعبي المنتخب الإسرائيلي نهائيا. ولكن أعتقد أن الرئيس الفرنسي ماكرون خائف من بطش الجزائريين ومن غضبهم أيضا ليحرقون باريس. وفي النهاية شاركونا بآرائكم حول هذا الموضوع، ولا تنسوا الإعجاب بهذا الفيديو والاشتراك في القناة ليصلكم جديدنا.